كذا حد بدأ يسألني ازاي اقدر اعمل ماتيريال تكون الكواليتي بتاعتها كويسة ويكون شكلها واقعي في الريندر. فعشان كده قررت ان انا هعمل سلسلة اشرح لكم فيها الماتيريال اللي بنستخدمها بشكل مستمر اثناء شغلنا في عدد من الفيديوهات. وهنبدأ باول ماتيريال النهاردة وهي ماتيريال الخشب. اول حاجة خالص بنعملها اننا بندخل نجيب تكستشر عشان نعمل بيها الماتيريال بتاعتنا. خلي بالك لازم التكستشر اللي انت بتشتغل بيها دي تكون تايلابل. يعني ايه تايلابل؟ يعني بتكمل بعض. طيب انا عشان اجيب تكستشر تايلابل ممكن اعمل ايه؟ ممكن ادخل اسيرش على جوجل عادي، بس انت مش هتلاقيها بسهوله. في ويب سايت اسمه ارك تكستشر. يلا بينا ندخل كده ونشوف. عندك هنا اول حاجه سيمليس تكستشر. سيمليس يعني بتكمل بعض. كاتيجوري انها نشتغل على خشب فهنكليك على وود. طيب دي شكلها لطيف. بنقوم رايحين على الفوتوشوب. طبعا انت مش لازم تكون واللي انت بتشتغل الفوتوشوب، ولكن هي خطوات بسيطه هنطلع بيها المابس اللي احنا محتاجينها عشان نشتغل على الماتيريال بتاعتنا. اول حاجه الديفيوز وهي التكستشر بتاعتنا دي. تاني حاجه الريفليكشن. تالت حاجه البومب. الديفيوز وهي موجوده عندنا. البومب بتتعمل ازاي؟ من الادجستمنتس، او ممكن ما تبقاش موجوده عندك هنا. لو مش ظاهره خالص بتكليك على ويندو وتلاقي ادجستمنتس هنا، بتكليك عليها بتظهر. تختار بلاك اند وايت. طيب البومب محتاج ان التفاصيل بتاعته تكون شارب اكتر عشان تبان معاك. احنا محتاجين نعلي الكونتراست شويه، فنقوم حاطين كونتراست من هنا كده ومعلينه شويه كده بقى كويس. اكسبورت ونكتب جنبها بومب وندخلها ونضيفها في البامب. اول ما تضيفها هتلاقي بص التفاصيل بتاعه الخشب بدأت تظهر معاك. طبعا انت عايزها تظهر مثلا بشكل اكتر من كده، هتلاقي البامب هنا جنب الديفيوز 30 خليها 50 بقت ظهرت شويه. خليها 100 كده ماشي. ممكن نسيبها كده دلوقتي تمام. تاني حاجه محتاجينها وهي الريفليكشن. الريفليكشن زي ما شرحت لكم قبل كده، لما بتيجي تعلي الفاليو بتاعته كده من زيرو تبدا ان انت تعليه، تلاقي الريفليكشن بتاعك يبقى اقوى وهكذا. محتاجين ان التكستشر دي تكون افتح شويه. نختار الليفلز ونحاول اننا نفتحها شويه. احنا ليه اصلا بنعمل ده للخشب؟ لما انت ممكن تقول لي ما احنا ممكن يا هشام نعمل الريفليكشن من هنا ومش لازم نعمل تكستشر للريفليكشن. اقول لك لان الخشب هو سطح مش ناعم، فمش منطقي ان الريفليكشن بتاعه يكون ناعم. لازم الريفليكشن بتاعه يكون فيه تفاصيل. وندخلها هنا يعني هديت شويه. الفرق ما مش كبير. ريفليكشن جلوسنس الفاليو بتاعته في العادي 1. كل ما بتقلل الفاليو بتلاقي ان الضوء بيتوزع على الماتيريال او على الموديل اللي انت شغال عليه. الخشب من الماتيريالز اللي الضوء بيتوزع عليها بشكل كبير، مش زي الازاز مثلا او المعادن. عندنا هنا لو خليناها 55 كده هتكون كويسة. ممكن نحط بقى الديفيوز ونشوف كده شكلها لطيف عموما. تعالى بقى نشوف الريندر كده. طيب انا بالنسبة لي كهشام انا شايف ان شكلها كويس والتفاصيل بتاعتها كويسة. لو عجبك الفيديو اعمل لي فولو عشان لسه نكمل مع بعض باقي الماتيريالز. انا هشام حافظ.